المخ بيحتاج للفيتامينات والعناصر الغذائية عشان يساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. والنهاردة هنعرف مع بعض 3 مكسرات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. البندق من المكسرات المهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويلا نعرف مع بعض أهم 6 فوائد لمكسرات البندق. في البندق بروتينات وألياف وحديد وكالسيوم، فيساعد في تحسين وظائف المخ وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز. مكسرات البندق مهمة في تحسين وظائف المخ والأعصاب، عشان في مكسرات البندق فيتامين A ومنجنيز وفولات ومغنيسيوم، فيساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. البندق من المكسرات اللي بتساعد في تحسين أداء الجهاز العصبي، عشان في البندق فيتامين B6. مكسرات البندق مهمة في تحسين صحة القلب وبتساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب. البندق مليان ألياف، فيساعد في تحسين عملية الهضم ويحافظ على صحة القولون. البندق من المكسرات المهمة في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وبتقلل من علامات التقدم بالسن، عشان في البندق فيتامين E. وأنصحكم بأكل 5 حبات بندق في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون له آثار جانبية زي الانتفاخ والغازات والإسهال. وممكن ناكل البندق صحيح أو نطحن مكسرات البندق ونحطها على أي عصير فريش. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 6 فوائد لمكسرات البندق، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الفول السوداني من المكسرات المفيدة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويلا نعرف مع بعض أهم 6 فوائد لمكسرات الفول السوداني. الفول السوداني من المكسرات المهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، عشان مليان بروتينات ودهون غير مشبعة وفيتامين K. مكسرات الفول السوداني مهمة في تقوية صحة القلب والشرايين، وبتساعد في الوقاية من أمراض القلب. الفول السوداني من المكسرات اللي فيها أوميجا 3 وأوميجا 6، فيساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الفول السوداني بيساعد في تقوية المناعة، عشان في مكسرات الفول السوداني فيتامين C. مكسرات الفول السوداني بتساعد في تحسين أداء المخ وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز، عشان في مكسرات الفول السوداني فيتامين B6. الفول السوداني من المكسرات المهمة في تحسين الحالة النفسية وعلاج الاكتئاب، عشان بيساعد على إفراز السيروتونين، وده يعتبر هرمون السعادة. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من الفول السوداني في اليوم، وهي بحجم كف الإيد، عشان أكتر من كده بيكون له آثار جانبية زي الدوخة وحساسية بالجلد ومشاكل في الجهاز الهضمي. وممكن ناكل الفول السوداني طازة، أو ناكله بطريقة تانية زي زبدة الفول السوداني، أو ممكن نطحن مكسرات الفول السوداني ونضيفه على أي عصير فريش. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 6 فوائد لمكسرات الفول السوداني، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. اللب الأبيض أو بذور اليقطين بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويلا نعرف مع بعض 6 فوائد موجودة في اللب الأبيض. اللب الأبيض مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، عشان فيه مضادات أكسدة بتحمي المخ والجسم. اللب الأبيض من المكسرات المهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، عشان اللب الأبيض مصدر مهم لعنصر الحديد والنحاس والمغنيسيوم والزنك. اللب الأبيض بيساعد في تقوية المناعة، عشان في اللب الأبيض فيتامين E ومضادات أكسدة. يعتبر اللب الأبيض مصدر مهم للألياف، فيساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي. اللب الأبيض بيساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الإصابة بأمراض القلب، عشان في اللب الأبيض عنصر المغنيسيوم. اللب الأبيض مهم في زيادة كثافة العظام، وبيقلل من الإصابة بهشاشة العظام. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من اللب الأبيض في اليوم، وهي بحجم كف الإيد، عشان أكتر من كده بيكون له آثار جانبية زي اضطرابات في المعدة والانتفاخ والإسهال وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم فوائد اللب الأبيض أو بذور اليقطين، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.
ولو في اي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب عليه. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض النهاردة 3 مكسرات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله.